مرحبا بكم في الورطة. الفنان الشعبي المعروف وليد التونسي جا للدار بالثقة بعد ما استدعاه وجدي مسكوت. وليد يلقى روحه في دار فيها خليجي مخطوف. تعال جلس هنا. تعال انا احكي لك كل اللي صار. تعال. ما ايش بيك مش فاهمه تو وليد وقعت انا احكي يا اخ وليد. تعال فكني خليه وليد عايش شوي. خليني احكي لك الحكايه وانت تفكر يا وليد سايب عليك يا وليد سمحت. ما تفنوش يا وليد يا وليد شوي خان فاهم ما تخافش فكني لو سمحت. سايب الراجل بشوي كده مع بعض. يا ولد صلي ايش بيك يا فما شيء يا ولد فما شيء مش فاهم فضل شوي ايوه روح بس ايش بيك جمال هذا انا بشويه بيع انا بشويه يا ولدي قلب شوي ايش انا هنا جاني منه قعد لا تطلب حد من فضلك يدير عندي تطلب ولا يعني شكون تطلب شو هذا المجموع يا شبيكش زيد ضربت شكون هذا من فضلك من فضلك كتفك من فضلك جماعة جماعة شكون طبعا كيف ليش انا خاطر نعرفك انا هذاك علاش تعمل كسرك في الوجه يا ولدي شبيك سالي عملت لك على شيء ولا شنو عامل ايه هو سالي عملت كان فيه يعني شكون من اسبوعين نفر عشان شو جابك هنا هو اتباع من اسبوعين كده رفضت اني اسوي له كليب يعوض ربي. نحن تليفون وليد نحن تليفون ايش عملنا نحن تليفون شو لا ما تشخ منا تو انت مصيبتك انت وليد تعمل لي رئيس حسابك تاع سلامك فيها انت اللي ارسلت العيال. انا ارسلت عيال بتاعك انت وجهك بتاع عيال ضربني قدام الحكومه. ما ضربك حد ما ضربك ما مسك هو اللي غلطك لي. شناوي محمد الحكايه اللي عملت هيك نحن تليفون وليد التونسي متهم بخطف أجنبي واحتجازه. وليد التونسي في ورطة. رغم محاولات وليد التونسي أنه ينكر علاقاته باللي صاير في الدار، إلا أنه الخليجي المخطوف أكد أنه وليد هو اللي خطفه. انا تقعد ساعه كم تفرقوا من بعد يعمل له يا يقعد تاع شكون تاع شكون هذوك تاع وليد تقليع عملوا لي ترشد لهم كثير قدام والله انا ما كنت مربوط بهبل حسبي الله عليه لا اله الا الله. شدوا بالعصا بالليل ماني نقول الحكايه شبيك شنو جاي نثرب مع شكون انت؟ مع شكون؟ والله مجد هذا معاهم شفته مره ولا ثنتين كده. يا خويا فضل فتلوت انت تاع بتلوت انت ساعه انت تاع بتلوت انا ما عندي حتى انت ساعه انت تاع بتلوت ما عندي حتى انت تاع بتلوت قبل يوم ارسل يخطفوني. بتلوت ما عندي شيء يا ولدي
شنو الحكايه هذه؟ الحكايه عملت خيري يا وجدي. شنو الحكايه هذه فهموني يا شكون اللي جابك هنا؟ جاني هنا ساعه يجاني هنا شكون اللي جابك؟ مع نفرين يا ودي انت تعرفني؟ هذاك انا عاطين عليه على بطبيعتنا هذا بطبيعته حاط عليه هذا بطبيعته حاط عليه دخلني انا ايش يعني تو انا هكا تو ماشي قصد ربي نخدم على روحي علاش عملت لي مشكله تو؟ هذا انت تعرفني انا لازم ارفع طب قضيه أنا معاك. المحكمه يا ولدي العسكريه ارفع قضيه الجمهوريه في الكاميرا الخفيه. الله يهديك يا شباب خدم بالرسمي يا ولدي موسوس باش يصرفك لا انا من يديك قلت لك دخلني للسوق قريب هذا تاع شنو كانت هذه ورطة اليوم. نتقابلوا غدوة مع ضيف جديد في ورطة جديدة.